السلام عليكم. معاكم محمد. حصلت معايا النهاردة مفاجأة غير متوقعة. جات لي رسالة من إياد، البطل الفلسطيني الشجاع. الحمد لله لسه عايش بعد ما حسبناه شهيد. من آخر رسالة وصلت منه، ربنا كتب له عمر جديد. والرسالة بتقول: كيفكم إخواني وأخواتي؟ ربي كتب لي عمر جديد، واللي حصل معايا في العملية دي أغرب من العملية اللي فاتت. وإحنا رايحين ننفذ العملية الأخيرة حصلت معايا أشياء أغرب من الخيال وصعب العقل يصدقه. وأنا ماشي مع أصدقائي الفدائيين للمكان المقصود سمعت صوت بيندى عليا، والغريب إن محدش غيري سمعه. بصيت حواليا ما لقيتش حد. كملت مشي، قلت يمكن بيتهيألي. الصوت ندى عليا تاني. بصيت لقيت شاب بيشبه الناس اللي كانوا في البيت المهجور. بصراحة كنت قلقان جدا من شكله، كان وشه عمال ينزف دم كتير. قال لي: قرب، ما تخافش، أنا مش هأذيك. إحنا شايفين الصهاينة الملاعين عمالين يقتلوا إخواتنا، وعايزك أنا وإنت نتفق مع بعض علشان ننتقم منهم. بصراحة ما كنتش مستوعب الكلام اللي هو بيقوله، وفجأة لقيت الشخص ده وكأنه كان لابس واحد من الفدائيين علشان يكلمني. اختفى، ولقيت زميلي زي ما يكون اتحول للشخص ده ورجع لشكله الطبيعي مرة تانية. قلت أفكر في الكلام اللي هو قالهولي، وأثناء العملية الفدائية لقيته واقف وعمال يدافع عني ويحذرني من إن أي حد من الجنود الإسرائيليين يأذيني، وبقى عمال يعرفني أماكنهم، والحمد لله انتصرنا عليهم. بعد الموقف ده فكرت في كلام اللي هو قالهولي قبل كده، وفي يوم وأنا ماشي لوحدي لقيت نفس الصوت بيندى عليا، بصراحة زي ما أكون مستنيه. المهم اتقابلنا وأخدنا على البيت المهجور. البيت حصل فيه زي اللي حصل قبل كده، كل شيء في البيت اتغير، كل حاجة بقت جديدة. فجأة لقيت راجل كبير وشابة وست كبيرة. الشاب عرفنا عليه وقال لي: ده أبويا ودي أمي ودي أختي، كلنا عايزين ننتقم من الجنود الإسرائيليين اللي عمالين يقتلوا ولادنا وإخواتنا. قلت لهم: بعد اللي شفت منكم بصراحة أنا موافق. قلت لهم: أنتم ممكن تساعدوني إزاي؟ قالوا لي: أنت مهمتك تجيب الجنود دول هنا وإحنا هنتصرف معاهم. قلت لهم: تمام. كانت أول عملية من حوالي شهر. اشتبكت مع شوية جنود وخليتهم يجوا ورايا لحد البيت، وأول ما دخلوا باب البيت اتقفل عليهم، بس المرة دي لقيتهم خرجوا تاني، بس كانوا مش طبيعيين خالص، وكأنهم لابسهم جن. عينيهم مبرقة وبيخرج منهم أصوات غريبة وبكلام مش مفهوم. سمعت تاني يوم عن قيام بعض الجنود الإسرائيليين بقتل أكتر من 20 فرد في معسكر إسرائيلي، وما تعرفش ليه عملوا كده، بس الشهود قالوا إن الجنود دول وهم بيقتلوا زمايلهم كانوا بيقولوا كلام مش مفهوم، بس في عبارة كانوا بيقولوها: القادم أسوأ. وبعد ما قتلوهم انتحروا بتفجير نفسهم. البلد كلها بقت عمالة تتكلم على الموضوع ده ومش عارفين السبب ايه. والعملية دي اتكررت أكتر من مرة، وفي مرة من المرات كان الجيش الإسرائيلي قتل مدنيين فلسطينيين كتير. البيت بقى تخرج منه أصوات عالية مخيفة غير أي مرة قبل كده، زي ما يكون سكان البيت غضبانين قوي من اللي حصل. وأنا داخل علشان أعرف فيه إيه كنت قلقان قوي. لقيت الأسرة كلها غضبانة جدا، صوتهم كان عالي قوي، كنت سادد ودني من علو الصوت. وبعد ما شافوني هديوا شوية وقالوا لي: إحنا لازم نرد على اللي حصل ده بقى عنف وأشد رد، عايزين أكبر عدد من الجنود دول يجوا البيت وإحنا هنتصرف. وبالفعل عملت اللي طلبوا مني. المرة دي جه وراي أكتر من 150 عسكري إسرائيلي على البيت، وبالفعل أول ما دخلوا البيت إزاز الشبابيك والأبواب اتكسر ودخل في جسم الجنود، بقوا عمالين يصرخوا من الألم. صرخهم لفت الانتباه بره البيت، الكل بقى عمال يسأل الصوت ده جاي منين. حاولوا يفتحوا الباب ويدخلوا بس ما عرفوش، والشرطة برضو أكتر من مرة حاولوا يفتحوا الباب وبرضو مش عايز يفتح. وفجأة لقيت أصحاب البيت طلعوا فوق البيت وبقوا عمالين يولعوا في الشرطة اللي بره بالعربيات والمعدات لحد ما كلهم اتفحموا، ولسه برضو الجنود جوه البيت بيتعذبوا. أخيرا خرجوا الجنود من البيت أكنهم منومين مغناطيسيا، عينيهم مفتوحة على الآخر وما بيتكلموش. ركبوا عربياتهم ورجعوا على المعسكر وفجروا بالكامل وهم فيه، والمعسكر كله مات. كانت ضربة قوية للجيش الإسرائيلي، لحد دلوقتي مش عارفين يوصلوا لسبب يفسر لهم كل اللي بيحصل ده. وكل فترة بعمل نفس العملية دي وربنا بيوفقنا. هنفضل نقاتل وندافع عن كل شبر من أرضنا الحبيبة لحد آخر نفس فينا،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتها الأمة، نحن هنا ونقاتل لله وللدين. من أرض الحرب نحييكم ونقول لكم نحن فلسطين. إن عشنا فنعيش عظاما، إن متنا فنموت كراما، ونقاوم لسنا أصناما، أهلا بالموت إن جاء الحين. تتخيل كده تصحى من النوم على صوت النشرة وعلى الأخبار بتقول الأمم المتحدة تعلن وقف لإطلاق النار، قد نجحت قوات الأقصى بدخول مدينة تل أبيب، والأمن يعود إلى غزة من دون حصار. تتخيل كده نفسك رايح بتزور القدس بدون فيزا، ويجيلك يوم تفرح وتقول أهل فلسطين أصبحوا أحرار. الأم اللي ابنها راح منها في عز شبابه تاخد طارها، والبنت اللي أبوها استشهد قدام عينها تبرد نارها، والطفل اللي اتيتم بدري من أمه ومن أبوه يكبر في سلام، والناس اللي اتطردت ترجع من الغربة عشان تسكن دارها. الموت مش سهل على الإنسان، بس إيه الإنسان من غير أرضه؟ اللي بيسمع عن ضرب النار غير اللي يشوفه أكيد برضه. الناس دي بتمشي على الصواريخ مش على الأسفلت، وخد بالك أشرف موتة موتة واحد واقف بيدافع عن عرضه. أنا بسأل نفسي بجد ساعات، حلوة فلسطين زي الصورة؟ القبة الذهبية العالية اللي بشوفها كتير دي المشهورة، الشال الأبيض في اسود ده اللي الناس كلها دايما لابساه، ازاي بيحاربوا هناك رشاش بعصاية قديمة ومكسورة. نازلين من بطن أمنا بنقول القدس عاصمة فلسطين. الواحد طالع بالفطرة بيجد من الناس التانيين، يا اخي ناس ولا فيها شعور بجنيه، ولا ليها قبول عندك حتى، ومحدش أصلا بيطيقهم حبة خرفان قاعدين نايمين. بأمارة ايه جيش لا يقهر؟ ستاتكم ماسكة سلاحكم ياض. عدلي كام راجل في كتيبتك وما تحسبش عساكرك أفراد. والله ما فيكم رجالة تنزل وتحارب وش الوش، وآخركم طيارتين عاليين تضرب وتطير قبل ما تتصاد. هتلر كان عارف ندلتكم وعشان كده حب يموتكم، كان عاوز يقطع سلالتكم من وش الأرض وينهيها، بس نعمل ايه؟ جت أمريكا منها لله وقفت فيها. مش كان العالم بقى أحسن؟ والله لكان فعلا أحسن، ولا كنت تلاقي عيال بتموت ولا ناس بتفارق أراضيها. أيتها الأمة، نحن هنا. فلسطيني فلسطيني، أنا اللي اسمي يكفيني، أنا الصامت على أرضي ورافع للسما جبيني. فلسطيني 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 فلسطيني، أنا اللي اسمي يكفيني، أنا الصامت على أرضي ورافع للسما جبيني.